عندك ذنوب؟ عندك ذنوب؟ حاسس ان انت قرفان من نفسك من كتر الذنوب والخطايا اللي انت عملتها؟ حاسه ان انت مش عارفه تودي وشك من ربنا فين من كتر تقصيرك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ وانت يا صديقي بتحس دايما بالضعف وبشيء كده من النفاق الداخلي، ان انت ياما قلت لربنا يا رب اوعدك اني تبت من الذنب ده وما عدتش اعمله تاني، وبعد لحظات بترجع لنفس الذنب هو وبتعمله مرة واتنين وتلاتة بعد ما كنت رفعت ايدك وقلت له يا رب خلاص بطلت. لو احساس التقصير ده جواك والشعور ده بيجيلك ونفسكوا ترضوا ربنا ومش عارفين تعملوا ايه، يبقى الفيديو ده ليا وليك وليكي، الفيديو ده لينا كلنا. جهز قلبك وجهزي قلبك وما تروحوش بعيد. وانت عايز حياتك تبقى كلها 100 يبقى اشتري مني قوي في الفيديو ده. هقول لك حاجتين، الحاجتين دول لو احنا عملناهم كويس جدا 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 هنعيش اجمل حياة. رقم واحد، حاجة اسمها الاعتراف بالاقتراف. يعني ايه؟ يعني الواحد يعترف بالحاجات اللي هو مقصر فيها والذنوب اللي هو عملها في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. والناس اللي هتعترف ربنا سبحانه وتعالى وعدها أن يتوب عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. خلي بالك من كلمة اعترفوا دي، جميلة أوي أوي أوي. اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة، اسمع كده، عسى الله أن يتوب عليهم. في بعض الناس بعد الذنوب بيقول أستغفر الله، جميل. وفي بعض الناس يقول تبت إلى الله، جميل. بس عايزك تدخل في وسط التوبة والاستغفار حاجة اسمها الاعتراف بالاقتراف. إن الواحد يقعد كده يعترف، يقول له يا رب أنا بعترف إن أنا مقصر جدا في صلاة الفجر. وإنت برضو تعترفي تقول له يا رب أنا معترفة إن أنا ما بصليش الوتر. يا رب أنا بعترف إن أنا بقعد في مجالس كتير جدا فيها كذب وغيبة ونميمة. تقولي له يا رب أنا بعترف إن أنا بزعق لوالدتي في البيت ومش بساعدها في شغل البيت. تقعد مع نفسك كده وتقول له يا رب أنا بعترف إن أنا قليل الأدب في خلواتي، أنا مجرم يا رب، أنا إنسان وحش، أنا يا رب إنسان ضايع، أنا يا رب شوية أصفار على الشمال والله، لو لم تغفر لي وترحمني أضيع. دي حاجة اسمها الاعتراف بالاقتراف. رقم 2، ودي مهمة جدا جدا جدا. إيه بقى هي الحاجة دي؟ الحاجة دي أنت عملتها وأنت بتعصي ربنا. أنا عايز نفس الحاجة دي تعملها وأنت بتتوب. إزاي يا عم الشيخ أنت بتتكلم إزاي؟ بتكلم إزاي؟ بتكلم من بقي ولساني والله. نفس الحاجة اللي أنت عملتها وأنت بتعصي ربنا، أنا عايز نفس الحاجة دي تعملها وأنت بتتوب لربنا سبحانه وتعالى. إيه بقى هي الحاجة دي؟ حاجة اسمها التصميم. التصميم، إيه التصميم ده؟ زي ما أنت كان عندك تصميم ان انت تعصى ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما انت كان عندك تصميم ان انت تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، لازم يبقى انا وانت يبقى عندنا تصميم ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا، ان احنا يبقى عندنا تصميم ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبتنا، ان احنا يبقى عندنا تصميم ان احنا نتخلص من الذنوب والبلاوي السوداء اللي احنا عملناها دي. اي والله في ناس يا جماعه، الناس دي بتخطط وبتبتكر وبتخترع عشان تعصي ربنا. أنا عايزك برضو تخطط وتبتكر وتخترع عشان تتوب لربنا سبحانه وتعالى.